بعد صباح الخير عليكم وعلينا، عايزين نتعرف الأول على المهندس صاحب الاختراع الجميل النهاردة. ممكن تعرفنا على اسمك؟ هو مش مهندس ميكانيكي. كنيكي، تمام. من أولها كانت ده تواضع. أنا اسمي حمدي. حمدي. أيوة. سنك كام سنة يا محمد؟ اسمي 40 سنة. 40 سنة، تمام. ممكن تكلمنا على اللي أنت عامله كده الأول نظريا قبل ما نشوفه عملي؟ اللي أنا عامله جزئين. تمام. جزء بيلغي البدال، اه. جزء بيخلي البدال وبتدي سرعات من غير دبرياج. البدال اللي هو الدبرياج يعني؟ دبرياج. اه. جزء بيخليك تدي سرعات بعد الأولاني والمرشدين. تمام. يعني الأولاني بيبقى بدبرياج ايوه. والمرشدين بدبرياج، بعد كده من غير دبرياج. يعني من غير الدبرياج من بعد الأولاني لحد السرعة الأخيرة. أيوة الخامس. لحد السرعة، إنما الأول والمارش اللي هو بيخلي العربية ترجع لورا ده المرشدين مش المرشد. المارشدير. اه. تمام. فبيبقى الاولاني المرشدين على الدبرياج لغايه لما اركب الجزء الثاني. وانا تمام. دلوقتي بصور الجزء اللي انا ركبته عشان احسسكم ان انا هعمل حاجه بوريها لكم اهو. تمام. عشان انا كنت وعدت في موقع ان انا هعمل حاجه زي كده. ايوه. وطولت في ان انا اعملها، فعايز بس ابقى معاهم ان انا اقول لهم ان انا عملت جزء اهو، واستنوا عليا اما اعمل الجزء اللي هشيل فيه البدال. تمام. 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 انا عايز اثبت لكم ان انا شغال في الموضوع والدنيا. يعني الموضوع جاهز بالفعل دلوقتي وممكن نشوف الموضوع الجزء اللي هو هيدي لك السرعات من غير دبرياج، وليه محاسن كتير قوي. يعني هو كفيل قوي ان هو يطول لك عمر الموتور، يطول لك عمر الفتيس، ايوه، يطول لك عمر الكبالب، يطول لك عمر القواعد. تمام. يخليك تغير سيركتينة على فترة ابعد من اللي انت بتغير فيها. لان انا بستخدم الموتور في ان انا اجر بيه بس. يعني استهلاكه هيبقى في الجر فقط، غير كده ملوش لازمه، فبينزل على الصلانسيه تاني. تمام فعلا. صح. زائد ان هو يوفر معاك في استهلاك الوقت. يا ايوه. لانك انت هتبقى واخد الموتور في استهلاكه فقط في الجر. تمام. انما مفيش فايده. يعني انا لما اجي ادي العربيه سرعه واسيب بنزين، الار بي ام بينزل وبيفضل السرعه بتاع العربيه زي ما هي، بحيث ان العربيه ما بتحملش على الموتور ساعه ما بسيب بنزين زي العربيات العاديه. تمام. يعني الموتور لو انا ماشي 100 بينزل. تمام. ايوه. لو انا سبت بنزين بينزل. بينزل صلانسيه والعربيه تفضل على سرعتها 100، هي تبقى حره يعني. تمام. هنا البنزين معايا بيتوفر، الكبالب بتتوفر، القواعد بتتوفر، مفيش تأثيرات على الفتيس، مفيش تأثيرات على حاجات كتير قوي في العربية. طب دي حاجة جميلة جدا ما شاء الله. تمام. تمام. فأصبح دلوقتي عندي فايدة الجزء ده كبيرة جدا 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 جدا، لغاية لما اركب الجزء الثاني اللي انا هشيل فيه البدال خالص. اللي عايز يستكفى الجزء ده ماشي، يعني فاهم؟ ممكن استكفى بان انا اركب الجزء ده. ايوه. هيطول لي عمر الموتور وهيعمل لي فوائد كتير قوي، وهريح رجلي برضه في ان انا ما بضغطش البلاش في كل غيار. يعني اضغط مرة واحدة اللي هي الاولاني. ايوه. كده كل الغيارات من غير. تمام. 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 نبتدي نشوف مع بعضينا. انا دلوقتي ماشي معاك اهو، انا بدوس براش الاولاني. طبعا هنا مفيش زراير وحاجات من دي. ايوه، مانوال عادي. يعني مانوال عادي. ده فتيس اهو، 1 2 3 و4 و5 ومرشدين. تمام. ده فتيس عادي مفيش اي حاجه، مانوال تروس زي ما هو، ما بنلعبش في الفتيس خالص. انا دلوقتي دايس على البدال اللي هو هيديني اولاني. ادي اولاني. ار بي ام عند حضرتك هنا صلانسيه 1 كيلومتر زيرو لانه واقف. ايوه. تمام. العربيه واقفه، الاولاني هو انا دايس دبرياج. تمام. ابتدي اطلع بالعربيه، هدوس بنزين وهسيب دبرياج. العربيه كده طلعت، العاير ارتفع. تمام. انا دلوقتي هبتدي اسيب بنزين عشان ادي الغيار الثاني من غير الدبرياج. تمام. انا كده سبت بنزين اهو، ورجلي مش على الدبرياج. تمام. وده الغياره. ايوه. ادي التاني دي معاك بكل سهوله، شايفه؟ تمام. العربيه ماشيه. هبتدي ان انا ادوس بنزين تاني عشان اكمل. العربيه كملت معايا، ار بي ام معاك رفع لان الموتور صوته بيعلى. عندك الكيلومتر بيرفع لان انت جايب التاني وصل 40. تمام. انا هسيب بنزين تاني اهو على تحت على البدال بتاع البنزين، هسيبه تاني عشان ادي التاني. انا كده سبته، وادي الغيار
ادي التاني، الحادث التاني. هدوس بنزين تاني، تمام، عشان اكمل. تمام. العربية ماشية فعلا زي ما احنا شايفين الار ام اهو، عدى 2.5، جاب 60 سرعة اللي هو التالت. انا هنا لما حسيت بنزين الار بي ام بينزل لوحده والسرعة لا، فاهمني؟ لما جاي افصل يعني من كل غيار هسيب بنزين الار بي ام نزل، لو شايفه بقى فرنسي. تمام. العربية 70 او داخلة على ال70. فانا بجيب الرابع اهو، شايفه؟ الرابع بصباعي اهو، مفيش اي عطلقة، مفيش اي حاجة، وبشيله تاني وبركبه تاني اهو، مفيش مشكلة، وبكمل. تمام؟ انا كده كملت خلاص. الار بي ام بتاعي رفع 2.5 والعربية داخلة على 80. تمام؟ فعلا واضح اهو. العربية معدية كمان اهو، داخلة على 80 على الرابع. المفروض ان انا هسيب بنزين عشان اجيب الخامس من غير دبراش برضه اهو. تمام. العربية معايا هنا في الار بي ام برضه بتنزل فرنسي، بحيث ان انا ما اجرش الموتور مع السرعة تفضل عالية زي ما هي. السرعة زي ما هي. شايف الار بي ام؟ العربية فعلا برضه وادي الرابع اهو تحت. لا انا هجيب بقى الخامس، مفيش اي عصلات اهو، شايفه؟ العربية ماشية وانا ما بستعملش الدبراش، خد بالك من ساعة ما استعملت الاولاني. تمام. وبكمل. تمام. بدوس بنزين وبكمل. العربية عدت داخلة اهي على 100، داخلة على 80. حاجة هايلة جدا بجد. تمام. خلاص. طب هنا بقى في ميزة تاني. الموضوع ده بيحاول يعني يبين لك ان لو السواق اللي راكب مش فاهم ما بيضرش الموتور. فعلا ليه بقى؟ ان ممكن تديله غيار غلط. يعني هل ينفع ان انت تدي التاني وانت ماشي على 100 او 90؟ لا طبعا. هتفرتك الموتور طبعا. لا عندنا هنا ينفع، بس الموتور مش هيجر معايا لان هتبقى سرعته عالية قوي. هو مش هيجر معايا لان الغيار غلط. الغيار مش مظبوط على السرعة اللي انت ماشي عليها. ايوه. يعني انا ما ينفعش ابقى ماشي 100 او 90 وتجيب التاني. لو جبت في عربية تانية تتفرتك، صح؟ عندي هنا لا، يعني تاخد التاني. شايف كده ادي ايه؟ ادي التاني جه معايا، بس مش هيديك اي سرعة خالص، مش هينفع. البنزين مش هيجر معايا طبعا. ار بي ام بيعلى اهو. بص العربية واخدة التاني برضه ار بي ام فرنسي، سرعة 60، والار بي ام بيزود بس مفيش جر. طبعا انا مش عارف صوت الموتور طالع معاك ولا لا. بص مفيش جر لان هنا مدي غيار غلط. فبدي ارجع عدت بسرعة مناسبة فبيجر معايا. شايفه جر اهو معايا، والار بي ام بيرتفع والكيلومتر بيرتفع. تمام. اشيل تاني واجيب الرابع خلاص وبكمل. تمام. مفيش بقى العصلجه اللي انتوا بتتكلموا لا حتى ما سمعناش صوتها خالص، ولا قلق ولا اي حاجه. يعني الدنيا مرتاحه والحمد لله كله تمام. وصوت الموتور حتى معليش او ما اثرش على صوت الموتور. مفيش اي ازعاج، مفيش اي مشاكل. العربيه مريحه جدا، ما استخدمتش رجلي اكتر من مره اللي هو الاولاني لغايه لما راكب الجزء الثاني اللي هشيل فيه البدايه. هيبقى الاول والمرشدين من غيره كمان. تمام. ادي الجزء اللي انا ركبته حاليا، لان انا فعلا طولت عملت انه قعدتهم اصور واعمل والحاجات دي. بس طبعا العربيه دي تاكسي، وادي العداد اهو. ما كانش ينفع ان انا هي نوعها ايه؟ بي واي دي. العلامه هتطلع. ايوه بي واي دي. تمام. تمام. حاجة هايلة جدا. عندي الار بي ام بينزل، العربية ماشية 80، فهنا مفيش تحميل على كوبلت، مفيش تحميل على قواعد، مفيش تحميل على استهلاك بنزين، مفيش تحميل على ان انا تروس تتحمل رايح وجاي والكلام ده. مفيش استخدامات كتير انك انت خدت وقت معاك قد ايه في التنفيذ؟ لا الوقت اصل ده انت بتصمم حاجة، ما تدورش على الوقت. لما باجي اصمم ملوش دعوة دلوقتي ماشي ازاي. انا كنت عامله قبل كده داخل بيه
تجربة البحث العلمي والحاجات دي طبعا دوخوني وكده. طبعا. ايام النظام القديم. ايوه. يعني طالما كانت ورميته، فاهمني، رميته في الدرج. يعني كنت مصممه من فترة كبيرة. انا دلوقتي برضه حدثت عليه شوية. ايوه. فاهمني؟ تمام. في الاول مش عامله بنفس المستوى. دلوقتي حسنت فيه كتير، اختصرت فيه حاجات كتير. نسيت اقول لك حاجه. الفرق بينه وبين الاوتوماتيك، الاوتوماتيك سحبه مش منوال. انا عندي هنا السحب منوال بقى اقوى في العربيه. السحب عندي مانوال، يعني انا جر عربيه تروس، بيس تروس، مفيش تفليت، مفيش ان انا اطلع من العربيه اقعد بقى اخد وقت والحاجات دي زي الاوتوماتيك. الاوتوماتيك تصليحاته مغرمه، يعني حاجه عاليه، فاهم؟ هنا باي فلوس تصلح، فاهم؟ صح. يعني اقصى جزء في التصليح ما يكملش 500 جنيه، اقصى جزء. ده موضوع. عايز اقول لك ان الموضوع جميل جدا ومناسب جدا ومريح جدا. ده واضح فعلا ان مميزاته جميله جدا. تمام. يعني انا بص ماشي كام؟ ماشي ب 90. انا طبعا الطريق حاكمني بالسرعه. طبعا. فاهمني؟ لان في عربيات وحاجات. لو انا سبت بنزين الار بي ام بينزل، بص يعني الموتور بينزل على الفرنسيه، واخد بالك؟ تمام. واضح. والسرعه زي ما هي، يعني 80 اهي، ما نزلتش. يعني الموتور مش متعلق بالعربيه. ايوه. لان انت سايب بنزين، فالمفروض يفضل السرعه زي ما هي مع الموتور والار بي ام، فاهمني؟ ففي راحه، العربيه ما بتاخدش، مفيش تحميلات على اي حاجه في المكنه. بستفاد منها على فكره. بقول مكنه بالنسبه ده فني ميكانيكي، تحديد لغه الصنعه. تمام. وادي الموضوع كله، وانتظرونا لغايه بس لما اركب انزل لكم الجزء ده على الموقع. تمام. وتحياتي لأستاذ كارز وبعض الاعضاء او كل الاعضاء اللي معايا في الموقع، ومصر موتورز. وانا حمدي، مخترع مانوال بدون دبرياج، الفني الميكانيكي. تمام. بجد شرفتنا كتير، وحاجه بجد يا ريت بجد حد بجد يهتم فعلا بالحاجه دي، لان لو اتنفذت في عربيات المانوال تبقى احسن من الاوتوماتيك بكتير. كلنا نركب اوتوماتيك وتبقى مانوال في نفس الوقت. لا هي مش اوتوماتيك، مش دعوه اوتوماتيك، العربيه مانوال. يعني اللي عايز يركب اوتوماتيك بتبقى الفلوس كتير عليه، انما دي يجيب عربيه 15,000 جنيه. طبعا. في فرق 15,000 جنيه عشان اركب اوتوماتيك، زائد ان الاوتوماتيك اصلا مش فاهم انت. الاوتوماتيك سرعته مش مشاكله كتير في التصليح. واذا كان بيجري بس سحبه بطيء، مش زي المانوال. حتى كل عربيات السبق ما بيحبوش فيها من الاوتوماتيك. لازم تبقى مانوال. متشكرين لك جدا وشرفتنا كتير بجد. تحت امرك. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا لاستماعكم. شكرا. مع السلامه.